بيقولوا أبسط الوصفات هي أطيبها. الجاتو السادة بطعم أيام الطفولة وريحة الدفا بالبيت، مكوناته متوفرة بكل بيت ونتيجته بتاخد العقل. بهالفيديو رح أحكي لكم أسباب نجاحه وسر من أسراره اللي بتخفي زنخة البيض وبتحدى تحدي إذا رح تحسوا فيه بيض أساسا. تابعوا معي خطوة بخطوة لنحضر هالكيك الهشة والطرية لتطلع معكم بهاي النتيجة. وأول خطوة لازم أعملها هي إني حمي الفرن على درجة 180 ورف الوسط وبسكر عليه لبين ما أجهز القالب. بجيب القالب اللي بدي أحط فيه الجاتو بدهنه بمعلقة طحينة. لا تخافوا، الطحينة أبدا أبدا ما بتبين طعمتها، فيكن تدهنوا زيت والطحين، لكن الطحينة بحسها أسرع وما بتبين نكهتها مثل ما قلت لكم بالجاتو. بدهنها بكل القالب من كل الجوانب مشان ما يلزق الجاتو فيه وبتركها على جنب. كمان في سر من أسرار نجاح الجاتو إنكم تحضروا مكوناته قبل بساعة بدرجة حرارة المطبخ. عندي هون كاستين طحين ومع معلقة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح. كمان سر من أسرار نجاح الجاتو هو نخل الطحين. الطحين المنخول بيعطيه هشاشة. نجي هلأ للسر اللي حكيت لكم عنه إنه مستحيل تصدقوا فيه بقلبه بيض. عندي كاسة ونص سكر، حطيت عليهم برش برتقانة وبرش ليمونة ومعلقة كبيرة فانيليا. بدي افرك السكر بالبرش البردقان والليمون لحتى يصير لونه مثل على صفار، واتركه 5 دقايق على جنب ليغب النكهة والزيوت الموجودة بالبرش. هاي الطريقة مستحيل يبين انه في بيض او نكهة بيض بقلب الجاتو. عندي أنا 4 بيضات. البيض اللي عندي حجمه صغير فحطيت 5، فيكن تحطوا 5 فيكن تحطوا 4 بيمشي الحال. كمان سر تاني من أسرار نجاح الجاتو هو خفق البيض. أنا بعير 5 دقايق كاملين تمام، بخفق فيهم متواصل لحتى ينفش عند البيض ويفتح لونه ويصير مثل الكريمة. هيك بيكون داب السكر فيه منيح. ضيف عليهم 4 معالق حليب بودرة وكاسة مي، حتى كاسة المي كمان بدرجة حرارة المطبخ يعني ما بتكون باردة. وعندي كمان 3/4 الكاسة زيت نباتي. أنا بخلط، بحط نص كاسة زيت نباتي وربع كاسة زبدة حيواني. الزبدة بتعطي نكهة كتير طيبة لقالب الجاتو، نكهته بتصير خرافية وريحته أطيب. بخفق خفق بسيط، ما ببالغ بالخفق لتندمج عندي المكونات. بعدين ببلش ضيف الطحين اللي نخلته على جنب، ضيفه شوي شوي وبحرك. فيني حرك بالمضرب الكهربائي على سرعة وسط، وفيني بالمشبك اليدوي. ضيفه على مراحل الطحين وبحرك ليختفي بقلب المزيج. بكرر هيك العملية لتخلص عندي كل الكمية وصار القالب عندي جاهز. شفتوا قد ايه مكوناته سهلة وبسيطة وما بده شغل كتير. وكمان ملاحظة، لازم تستخدموا الأكواب المعيارية. أنا بحسها دقيقة أكتر خاصة بوصفات الحلو. بتعطيكم نتيجة أفضل من إنه تعيروا أنتو بالكاسة. هلا بدي أحط الخليط بقلب القالب، وزعته كله بالتساوي. بدي أطرقه 3 طرقات قبل ما أحطه بالفرن مشان طالع منه الهواء كله ويطلع كله مستوي، ما ينفش من قرنة وقرنة لا. بحطه بالفرن على الرف الوسط مثل ما قلنا، وبتبقى حرارته على 180، وبعير له ساعة كاملة بدون ما افتح عليه ولا ثانية. اذا فتحته عليه للقالب بيهبط. بعد ساعة بدي اختبر نضجه. بجيب هود خشب بشكه فيه، اذا طلع ملزق عليه شي معناته هو ما استوى. هون ما طلع عندي ملزق، استوى وجهز. خبزت وشه شوي هذا اللون الذهبي، تركته 5 دقايق قبل ما اقلبه ليرتاح. شوفوا لي هالمنظر ما أحلاه. يا ريت فيني وصلكن الريحة، ريحته بتاخد العقل. طبعا ما حدا تحمل من اللي موجود إنه أو قدر يستنى لحتى يبرد القالب، أكلوه هو سخن. واتبعوا طريقتي خطوة بخطوة ورح تاكلوا أطيب وألذ قالب جاتو عملتوه بحياتكم، وناجح معكم من أول مرة. صحتين.